مش لاقي لك وظيفه تتعين فيها، هتروح تلاقي بلدك بتضيع والكلاب هم اللي بياخدوها. الرئيس محمد مرسي اللي الناس دي واقفه عشانه، او الرئيس جمهوريه يبوس راس عسكري الامن المركزي، او الرئيس جمهوريه لما نزل في رفح قعد ياكل معاكم. روح دلوقتي اتفرج على الولايم اللي السيسي ورجالته بيقعدوا ياكلوها. البلد دي فيها خير ياكلكم ويعيشكم احسن من الرئيس نفسه، بس اللي واكلها هم الكلاب الكبار. انا عايزك مره واحده بس، لما انا كنت واقف هناك وبكلم واحد منكم مش فاكر شكله، اقسم بالله ان الظابط حط له بتاع سودا في ودنه والله العظيم، وهو عارف نفسه بس اكيد مش هيقول لي انا. وصاحبه التاني جه وقال له حاجه في ودنه تقريبا، قال له ابعد او حاجه زي كده، بعد شويه مشي. ليه مش عايزينكم تسمعونا؟ لو احنا ارهاب ليه مش عايزينكم تسمعونا؟ ولو عارف ان الباشا مش هيدور عليا كنت هقول لك اسمي وساكن فين. انا طالب في كليه محترمه والحمد لله، مش محتاج فلوس ولا حد من هنا نازل محتاج حاجه. احنا اقل واحد فينا يقدر يسافر ويعيش احلى عيشه زي ما اي حد بيقدر يعملها. احنا عايشين في البلد دي عشانكم انتوا. اقسم بالله ان احنا بنعيط لما بشوف الناس رايحه تشتري الانبوبه ب 40 جنيه وبيتنطط عليهم. الباشا بيضحك على كلامي. اقسم بالله يا باشا ان انا بحب البلد دي اكتر منك، وان انا بنزل وعارف انك ممكن تقتلني وانت بتنزل وعارف ان معيش سلاح. وعندكم في القواعد العسكريه ما تقدرش تسمح لي ان انا اقف بعيد عنك باقل من 100 متر لو في شك ان انا معايا سلاح. انت عارف ان انا مش معايا سلاح، والا ما كنتش سمحت لي ان انا اقف بيني وبينك 20 متر. الامام حسن البصري لما سجن السجان اللي هو العسكري اللي واقف بره سمعه وهو بيقول اللهم اهلك الظالمين واعوانهم. العسكري خاف زي ما انتم المفروض تخافوا من اللي انتم فيه ده. قال له يا امام هل انا من اعوان الظالمين؟ قال له كلمه واحده، قال له لا، اعوان الظالمين هم اللي بيخيطوا لهم الهدوم، اللي بيعملوا لهم الاكل، اللي بيربوا لهم بيخلوهم مع اولادهم. اما انت فمن الظالمين انفسهم، لولاك ما ظلموا، لولاك ما ظلموا. لولاك انت الباشا ده كان زمانه زيه، لا انا اخاف منه ولا هو هيخاف مني. لولاك انت الباشا ما كانش يقدر يموتني، لولاك انت ما كانش الباشا يقدر يخلي في اي لحظه واحد من الشباب اللي واقفه دي يموت بضغطه زناد، بضغطه واحده. انت او الباشا بتقرر انك بتقرر ليه توقف مصير ومستقبل طالب هندسه محمد رضا اللي انتوا موتوه، واللي موتوا التشكيل اللي انتوا خدتوه من هناك جبتوه هنا. دمك مش اغلى من دمه، ولما تروح لربنا وانت شهيد عشان قلت كلمه حق او رفضت تقتل اخوك احسن ما تروح له وانت قاتل. والله العظيم حرمه الدم الرسول هو اللي قال اعز على ربنا من ان الكعبه تدخل، ان اليهود يخشوا الكعبه ويهدموها. حرمه الدم عند ربنا اعز منها. الدم مش حاجه صغيره. والله العظيم ان الشباب دي منهم طلاب هندسه وطب، مفيش حد بينزل وعارف ان هو هيموت غير عشان قضيه كبيره. القضيه دي ان انا مش عايز اشوف ظلم تاني. انا عايزك تحارب العدو الرئيسي امريكا واسرائيل، اللي في اخر تسريب للسيسي بيقول فيها ان امريكا لولاها ما كناش عملنا اللي حصل في 3/7، والسيسي نفسه قال ان اللي حصل في 3/7 انقلاب. انتوا ليه بتضحكوا على نفسكم؟ وليه بتصدق الباشا؟ والله العظيم والله العظيم ان كل المشروعات الكبيره اللي في البلد اللي مرسي كان بداها وقفت. والله العظيم ان انت اللي مضرور، وانت اللي هتروح بيتك لا هتلاقي تاكل ولا هتلاقي تفتح بيت. انا عارف ان انتوا كتير منكم بيشرب مخدرات، وعارف ان كتير منكم بيبقى قاعد هنا وبيشرب وبشوف. مش هقول لك غلط ولا صح، انت ضحيه المجتمع وضحيه الباشا اللي بيسيبك تشرب مخدرات هنا. عارف ليه بيسيبك؟ عشان تفقد، عشان دماغك تبقى معاه هو بس. عارف ليه؟ عشان اما تروح في الاخر ويقول لك اضرب يبقى انت هتسمع الكلام انك تضرب.